السلام عليكم. اليوم حابة أقدم لكم طريقة عمل خبز البيتا. راح أنطيكم طريقة جديدة تقدرون تسوون بيها كميات كبيرة بوقت كلش قليل. طبعا هذا الخبز كلش طيب وخاصة من يطلع من الفرن. وراح نحتاج 2.5 كوب طحين، ملعقة طعام خميرة، ملعقة طعام سكر، وملعقة كوب ملح أو حسب الرغبة، كوب حليب، ملعقتين طعام زيت الزيتون. عندي هنا خليت الطحين، ضفت عليه الشكر والملح والخميرة، وراح أضيف الحليب وزيت الزيتون، وراح استعمل العجانة الكهربائية. إذا حابين تعجنوه بإيدكم نفس الشي. وعندي هنا صار جاهز. راح أكمل العجن بإيدي، راح أغطيها وأخليها تختمر لمدة ساعة كاملة. وبعد ساعة صارت عندي بهذا الشكل، تضاعف حجمها. حرش طحين وأضيف العجينة، وراح أفتحها بإيدي، لا تستعملون الشيبق. وعندي هنا القطاعة أو القالب هذا الدائري اللي تشوفوه. قطع العجينة، يعني ما راح ياخذ منكم غير دقائق. وباقي العجينة راح أرجع أخليها ترتاح وأرجع أستعملها مرة ثانية. عندي هنا بصينية الفرن خليت الخبز، راح أغطيه وأتركه لمدة نص ساعة. هاي الخطوة كلش مهمة. بهالأثناء راح أحمي الفرن على درجة حرارة 500 أو أعلى درجة حرارة. صار جاهز. راح أدخل الفرن لمدة 12 دقيقة. كلش سهل وسريع هذا الخبز، وطبعا كلش طيب ويا معظم الأكلات. قدمته ويا جبن وزيتون وطماطة وريحان، هو كلش طيب بحد ذاته. إن شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لهذا اليوم واستفاديتوا منها.